هل تعلم معنى كلمة القالين بالقرآن؟ بالآية رقم 168 بسورة الشعراء رب العالمين بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إني لعملكم من القالين. صدق الله العظيم. هون النبي لوط عليه السلام عم يخاطب قومه، بيقول لهم إني لعملكم من القالين. القالين هون الفاعل منها قال، الجذر من القلي أو قلى. فمعنى القالين هي أعلى درجة بالبغض، يعني هو مو عم ينكر بس انه يعمل مثلهم او عملهم او يكره او يبغض. قالي يعني هو شديد البغض، شديد البغض لأعمالهم. يعني مثل انه عم يقول انتو اعمالكم بزيتكم وشحمكم عم بقليكم لتجفوا. هلا القلي لما ترمي مثلا اللحمة أو البطاطا بالزيت أو السمنة تقليها، فآخر شيء إنه بتجف ميتها، بتصير قاسية. يعني هون كرههم وبغضهم لدرجة الجفا، يعني ما عاد في ميات بيناتنا أبدا. بعد منها رب العالمين شو بيقول بالقرآن؟ النبي لوط بيقول، بيدعي رب العالمين، بيقول: ربي نجني وأهلي مما يعملون. هون عجبني النبي لوط عايش مع قوم فاسد جدا، وصل معه يعني بعد كتر ما دعا وصل آخر شيء معه لدرجة في بغض شديد، كره شديد بينه وبين قومه، درجة جفاء يعني شديد جدا. إني لعملكم من القالين. فهون دعا رب العالمين أنه ينجيه وأهله مما يعملون، لأنه غضب رب العالمين رح يقع. يعني الناس لما تعصي الله وتسرف بالحرام وبالمعاصي وتتجبر وتتكبر وتجاهر، فغضب رب العالمين واقع. فهو دعا: نجني وأهلي مما يعملون. أنا هون في شغلة عجبتني بدعاء لوط. أحيانا نحن لما نعيش بجو فساد أو جو مع ناس كرهانينهم أو ما منحبهم أو مضطرين، فممكن أحيانا كنا ندعي على حالنا بالموت، أنه الله يخلصني من الحياة، الله يموتني. فليش أنا أخسر حياتي؟ ليش أدعي رب العالمين أنه أنا أموت أو أخسر حياتي بسبب ناس فاسدة ظالمة؟ لا، النبي لوط وصل لدرجة أنه عم يقول أنا من القالين. دعا رب العالمين: نجني وأهلي مما يعملون، نجيني من هذا الجو. فرب العالمين بالآية اللي بعدها بيقول: فنجيناه وأهله أجمعين. رب العالمين استجاب لدعائه، نجاه هو وأهله جميعا إلا عجوزا في الغابرين. قالوا العلماء هي العجوز هي كانت امرأته، كانت بتوافقه، لأنه هذا القوم والعياذ بالله حتى النساء منهم كان في منهم يضحكوا ويعجبهم هالأفعال. مثل ما بنشوف بهذا الزمن بتلاقي أحيانا النساء بتدافع عن أعمال الذكور الفاسدة وبتأيد أعمالهم وبتفرح على شوفتهم. بعدها رب العالمين: ثم دمرنا الآخرين. وقع وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سبحان الله، في نوع من البشر، صنف من البشر، أنه حتى لو شاف بعينه، يعني حتى لو شاف العبرة بعينه ما بيآمن ولا بيعتبر أبدا. وما كان أكثرهم مؤمنين. هدون هيك بشر رب العالمين بغنى عنه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك. علينا التبليغ والدعاء وعلى الله الهداية. طريقنا طريق الفلاح.